بما إن بقى الجو برد ومكسلين ندخل المطبخ ونطلع من تحت البطانية، هنعمل النهارده أكلة الكسلانين، صينية بطاطس بقراص اللحمة حلوة جدًا، مش هتاخد معاكِ وقت خالص، وقد إيه جميلة، وهي أكلة مدفية جدًا وحلوة وسهلة وبسيطة، عملناها في أقل من نُص ساعة. تعالوا أمّا أقول لكم أنا عملتها إزاي عشان تعملوها زيي، يالّا بينا. أنا معايا نُص كيلو لحمة في نسبة دهون حوالي 10%، يعني ما تكونش لحمة حمرا أوي عشان ما تنشفش مني. كمان معايا بهاراتي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل أسود، كزبرة وملح. من كل حاجة معلقة صغيرة. أقلب كله مع بعضه، هاخد جزء معايا على اللحمة والجزء الباقي هاحطه على البطاطس. سلام بقى لو أنتِ عندِك كزبرة خضرا، خدي الورق بتاعها بس وحطيه عليها. وكمان معايا بصلاية مفرومة كاملة بميتها، ونعصّج كله مع بعضه كده لحد ما اللحمة تتعصّج مع البصلة. بُصّوا كده حلو أوي، كده جاهزة معايا. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هنجيب الصينية بتاعتنا ونحط برضه بصلاية واحدة مبشورة وعليها معلقة سمنة، تمام، وهانزل عليها بباقي البهارات اللي أنا خلطتها معاكم قبل كده، وأقلب كله مع بعضه. أعصّج البصلة بالسمنة بالبهارات. دي بقى الفرشة اللي هاحطها تحت البطاطس، دي بتخلّي طعمها حلو جدًا. بس هاخد كده معلقة وهاقول لكم ليه، وافرش الباقي كده في الصينية. أمسك بقى البطاطس ديّة مقطّعاها حلقات رفيّعة، مش عايزاها حلقات تخينة عشان تستوي معايا. فردناها كده، هنبدأ أعصّجها بالبصلة والتوابل. ما تنسوش إن أنا معايا شوية بصل لسه هاحطّهم على وش البطاطس. أقلّب كده كلّه بإيدي، مش أي مشكلة، وأبدأ أرُش الحبّة الباقيين. هتعمل عازل بين البطاطس وبين اللحمة عشان تاخد طعم التوابل. هنا بقى هابدأ أمسك اللحمة، هاقطّعها إزاي، هاعملها قُرَص كده صغيّرة زي قُرَص الهمبرجر. بُصّوا كده، وأبدأ إن أنا أرصّها فوق بعضها، لإن هي أكيد هتكِش سِكة صغيّرة. نفرد كده، نبدأ نرُص. حلوة خالص، خالص، سهلة وبسيطة، تمام، حلوة أوي في العزومات، حلوة أوي على سفرتِك. أكمّل بقية الصف وأورّيه لكم. وبعد ما خلّصت كل الكمية، شايفين؟ ده شكل الصينية، غطّيت البطاطس كلّها باللحمة. طبعًا ما ينفعش أدخّلها الفرن كده تنشف معايا، لأ، بس هابدأ أدّيها يعني شكشاك مَيّة صغيّر من الجناب كده لحد ما تسخن معايا الصينية، وكمان البصل ينزّل مَيّته واللحمة تنزّل مَيّتها من البصل والدهون. هابدأ أحط لها قرن فلفل وأغطّيها بورق زبدة، أعمل عازل بينه وبين ورق الفويل، وأولّعها الفرن على 180، أحطها في الرف الوسطاني لمدة تِلت ساعة، وهتستوي هاورّيها لكم. وبعد تِلت ساعة شِلت الورق وفتحت لها الشواية حوالي 5 دقايق. ده شكلها. بُصّوا البطاطس شبعانة من السوائل اللي نازلة من اللحمة ومهرية ومستوية، وهي طبعًا مش عايزة تحطيها على الشواية، ممكن تقدّميها كده، بس تطلع لون جميل جدًا. اللحمة مستوية، بأمانة كان طعمها خطير، سهلة أوي وبسيطة خالص. يالّا بقى اعملوها بطريقتي هتعجبكم جدًا. بألف هنا، كل سنة وكل حبايبي طيبين، ولا تنسوني لايك وكومنت، وكمان تابعوني.